المهم إلا تسمعني دير 5-5 باش نعرف بأنه ما تنتكلمش في الفراغ. تسمع بيتر؟ أوكي. المهم الإخوان، جميع الناس المتدخلين اللي سمعت الآن التدخلات ديالهم بالخصوص بعض الجزائريين بأن المغاربة شعب مدلول، يعني يبوس للدين. هذا ماشي شعب مدلول، لأن باش توصل باش تبوس للدين خصك تكون أصلا عبيد، وباش توصل لمستوى العبيد يعني تتمارس واحد العنف، واحد الشكل العنف، وهذا الشكل هذا يختلف يعني من إنسان لإنسان. بالنسبة مثلا للتلاميذ في المدارس تيهددوهم بأنهم ما ينجحوش إلا ما مشاوش مثلا يستقبلوا الملك ويرفعوا الشعارات ويغوتوا ويقولوا مرحبا بقدوم الملك، بقدوم الحمار، بقدوم. هذه مسائل عشناها احنا أطفال. أصحاب الدكاكين ولا الفنادق إلا ما مشاوش تتعطى لهم ضريبة زيادة. يعني مس الإنسان في جيبه وفي عقله وفي مستقبله باش يمشيو هاد الناس يستقبلوا هاد الحيوان. راه ماشي الشعب المغربي تيمشي بإرادة ديالو الخالصة باش يستقبل الملك، راه تتمارس عليه القوة، تتمارس عليه العنف. راه ما كانش شي مغربي، أنا لا أعتقد بأنه يوجد مغربي واحد مخلص حر يحب الملكية. هاد المغاربة اللي تيدافعوا عن الملكية هما مغاربة يستفيدون من الوضع، والاستفادة من الوضع ماذا تعني؟ يعني أنهم يحصلون سواء على الرخص، سواء على الرخص بجميع أشكالها. يعني بدون الاستفادة لا يمكن الدفاع عن الشخص الذي منحهم هذه الفرصة كي يستفيدوا، والشخص الذي منحهم هما يتصورون بأنه الملكي. أما الشعب المغربي المخلص والمغاربة المخلصين راه لا يوجد مغربي واحد يريد أن يقبل هذا الملك أو يقول عاش الملك. هذا راه الملك لا. لماذا عاش الملك؟ لماذا؟ الرسول كاع، هذا الرسول اللي تيقول الله رسله ووقعوا الناس عارضوه، ما بالك حنا الملكية ما نعارضوهاش. الملكية في المغرب عندنا دخيلة، والملكية في المغرب عندها امتداد كما يقولون من دريس الأول. ودريس الأول مهما حاول ما يسمى بالشرفاء تزوير الوضعية وتزوير التاريخ، فإن إدريس الأول دخل المغرب وهو مخصي، يعني الدولة الأموية ولا ما نعرف، يعني وقعت له الخصيتين حذفتهم له، وتزوج ب 12 المرأة ولم ينجب ولو طفل ولا بنت مع هاد 12 المرأة. ولكن لما مات بعد 14 بعد 4 أشهر، كاع بعد 4 أشهر من الموت ديالو قالوا بأنه أنجب ولد اسمه إدريس وسموه إدريس الأول، إدريس الثاني عفوا. تاريخ المغرب تاريخ مزور، تاريخ العلويين تاريخ مزور، انتماء العلوي القبيلة والشرفاء أو تاريخ مزور. الشرفاء ما يسمى بالشرفاء أو العلويون يمارسون العنصرية في المغرب لأنهم يحملون بطاقة، وأنتم تعرفون بطاقة بيضاء فيها خط أحمر وخط أخضر مكتوب فيها المرجو تسهيل مأمورية حامل هذه البطاقة، وهذه عنصرية. هذه
لا توجد إلا في عهد هتلر، وإذا حكمك هتلر فانتظر الشيء. وإحنا في المغرب حكمتنا القبيلة العلوية ذات الجذور الهتليرية، يعني التصور الهتليري النازي الفاشي، هذا واضح، وكل مغربي يتحمل المسؤولية ديالو تجاه هذا الوضع، لأن المغاربة محكومون من قبيلة علوية هتليرية نازية فاشية تفرق بين المغاربة، هذا شريف، هذا أمازيغي، هذا عربي، هذا صحراوي، هذا فلالي، هذا نحن ضد التفرقة، نحن بالعكس، أن الناس الذين يواجهوننا بأننا نحن انفصاليون، بالعكس نحن أكبر موحدين. لماذا؟ لأننا نقول أن شمال إفريقيا يسمى تمازغة من المحيط الأطلسي إلى صحراء مصر، لا نستثني الجزائر ولا ليبيا ولا تونس، ولا كلهم إخوتنا، نحن إخوة. الإشكال هنا هو هذه الإخوة، من الواجب على الإخوة الليبيين أو الجزائر أو التونسيين الذين تحرروا أن يساعدوا إخوانهم في المغرب كي يتحرروا، هذا واجب إنساني، واجب الدم، واجب العرق، واجب الأصول، واجب حتى التقاليد، كي نكون صراحة. نحن ننتظر من الإخوة التونسيين أو الليبيين أو عوض إرسال المجاهدين إلى سوريا لقتل المجاهدين، لأن المجاهدين يجاهدون في المجاهدين، فنحن نريد فقط حل مشاكلنا، وهو المشاكل ديالنا تكمن في شمال إفريقيا. المغرب الآن تحت ضغط، المغرب الآن الشعب المغربي موضوع تحت القدم، قدم القبيلة العلوية، والقبيلة العلوية مساندة من النظام الإسرائيلي الصهيوني العالمي. وأنتم تعرفون أن أندري أزولاي، سيرج بيرديغو، سيرج بيرديغو كان وزير السياحة، وأندري أزولاي يهود، يعني لا أسمي أسمائهم. أنا المشكل ليس مع اليهود كيهود، ولكن الصهيونيون، المجموعة هي التي تحمي الملكية في المغرب. اسألوا خالد الجمعي، أبو بكر الجمعي، أن أندري أزولاي طلبه للحضور إلى رحاب القصر الملكي كي يقول له لا تكتب في الجورنال بالفرنسي لو روا محمد سيس كرير سا ماجيستي لو روا. لماذا؟ هل يقبل المغاربة لهذا المستوى الدنيء باش يصبح يهودي يعطي الأوامر في المغرب؟ ماذا سنكتب؟ نكتب لو روا أو نكتب سا ماجيستي لو روا. هذه إهانة، إهانة للشعب المغربي، إهانة للذات المغربية، إهانة الأصل المغربي اللي هو منبثق من تمازغة. أقول لكم ولا أكرر ولا أريد أن أتحدث في هذا الكلام مرات عديدة، بأننا نحن المغاربة في وضعية استثنائية، في وضعية مأساوية، وعلى الجميع أن يساعدنا. وأطلب منكم أن أؤجل هذا النقاش لأنني ضيف لدى مجموعة معينة، وأطلب أن أواصل كلمتي بعد هذه الزيارة، وشكرا.